يا هلا بكل المهندسين اللي بيسمعونا في قناة مهندس الملخصات. واليوم معانا ملخص فيلم جديد بعنوان بي 2. ولو ما كنت مشترك اشترك بالقناة ودعمني بلايك، ورابط الفيلم حيكون بالتعليق المثبت. بيبدأ فيلمنا بليلة عيد راس السنة بمدينة مانهاتن، وبيكون في سيدة أعمال اسمها أنجيلا بتشتغل لوقت متأخر بالليل، وبتكون عاوزة تخلص بسرعة علشان تروح تقضي ليلة راس السنة مع أهلها. وبتمر شوية ساعات وأنجيلا بتخلص شغلها، وبتشوف موظف أمن للشركة اسمه كارل، وبرافقها وبيحكي لها بأنه الشركة حتكون مغلقة خلال ال3 أيام القادمة بسبب عيد راس السنة. وبتروح أنجيلا لسيارتها وبتحاول تشغلها، بس للأسف السيارة ما بتشتغلش معاها، فبتقرر ترجع للردها وتتصل على تاكسي، بس الباب خلاص اتسكر. وبعدها بتروح لغرفة حراس الأمن وبتشوف هناك حارس اسمه توماس، وبتحكي لتوماس إنه سيارتها معطوبة وبنها عاوزاه يتصلها على تاكسي، بس المشكلة إنها ليلة راس سنة. بس توماس بيحكي لها خليني أصلح لك سيارتك أحسن ما تطلبي تاكسي. وبحاول توماس بس السيارة ما بتتصلحش معاه، فبتشكره أنجيلا وبتحكي له بأنها حتتصل على تاكسي لأنه ما فيش أي خيار ثاني. وبيفتح توماس باب الأسانسير وبيتصل لها على تاكسي، ولما توصل التاكسي بتكتشف أنجيلا إنه الباب الرئيسي مقفل، وبتطلب من شوفير التاكسي إنه يستناها بس لا تطلع. وبترجع أنجيلا لموقف السيارات لتطلب من توماس إنه يفتح لها الباب الرئيسي، بس توماس ما بيكونش بالمكان، فالتاكسي بتروح وبتترك أنجيلا. وفجأة بتقطع الكهرباء عن موقع السيارات، وبيجي توماس من وراء أنجيلا وبيغطي فمها بمخدر، فبيغمى عليها فورا. وبتستيقظ أنجيلا وبتشوف نفسها بملابس جديدة، وبتكتشف إنه رجليها مقيدات بالسلاسل. وبيحكي لها توماس بأنه عاوز يقضي معاها ليلة راس السنة، لهيك كان مخطط لكل شيء صار مع أنجيلا، وبأنه هو اللي قفل الأبواب. وبتدرك أنجيلا إنه توماس مختل عقليا، وبيحكي لها توماس عن أفراد عائلتها، وهذا يعني إنه كان يراقبها من بعيد لبعيد. وبيأمر توماس أنجيلا إنها تتصل على عائلتها وتحكي لهم إنها بخير ومش بحاجة للمساعدة. فبتتصل على عائلتها وبتحكي لهم بأنها حتتأخر الليلة عليهم. وبعدها بيجيب توماس هدية لأنجيلا، وهي عبارة عن شريط تسجيل، وبدخلها بالتلفزيون، وبيطلع بالفيديو زميل أنجيلا اللي اسمه جيم وهو يحاول يغتصبها. وبعدها بياخذ توماس أنجيلا لموقف السيارات وبيوريها جيم وهو مربط على الكرسي، وبيحكي لها هذه هي هدية راس السنة مني لإلك. وبيأمر توماس أنجيلا إنها تضرب جيم بالعصا، فبترفض أنجيلا تعمل هالشيء لأنه شيء قاسي جدا، ولأنه جيم أصلا كان سكران، وفوق هيك اعتذر منها كمان. فتوماس بيغضب جدا وبصرخ عليها، وبقرر يضرب جيم بنفسه، وبعد ما يضربه ما بيكتفيش، وتوماس بيسوق السيارة وبيدفع كرسي جيم بالحيط وبيسحق جسمه. هذا الإنسان مريض نفسي حقا. ولما يوقف توماس السيارة بتهرب أنجيلا منه، وبترجع أنجيلا لمكتب الأمن بالشركة علشان تاخذ جوالها لتتصل بالشرطة، بس لسوء حظها الجوال ما فيهوش إشارة. كيف؟ ما تسألنيش، المخرج هيك عاوز. فبتضطر أنجيلا تركض لمخرج المبنى علشان تحصل على إشارة بتليفونها، وفجأة الجوال بيلقط إشارة وبتتصل على الشرطة، بس من فرحتها الجوال بيوقع من إيديها غبية. وبتحاول أنجيلا توصل للتليفون من خلال الفتحات الصغيرة، بس ما فيش فايدة، وبتتكلم على أمل حد يسمعها على الجوال ويجي ينقذها. وفجأة بيجي توماس للمكان، بس أنجيلا كانت مختفية منه، وبتركض أنجيلا للأسانسير وبتفتحه ببطاقة السماح بالدخول. وبتحاول أنجيلا تروح لردهة الشركة، بس الأسانسير ما بيشتغلش معاها. ولما تحاول تتواصل مع الروبوت اللي بيتحكم بالأسانسير بيرد عليها توماس بنفسه. وبعد شوية توماس بيفتح عليها الأسانسير وبيبدأ يعبي الأسانسير مية، وبيبدأ مستوى المية يرتفع، وبتطفو جثة كارل على المية اللي بنكتشف إن توماس خلص عليه. وبطريقة ما بتقدر أنجيلا تطلع من الأسانسير وتوصل للطابق الثالث، وبتترك جثة كارل وبترجع للطابق الثاني، وبتاخذ فأس من الحيط وبتكسر كل الكاميرات الأمنية علشان توماس ما يقدرش يعرف مكانها. وبعدها بترجع للمركز الأمني علشان تخلص على توماس، بس توماس مش هناك، بس بتشوف شريط تسجيل على التليفون لما توماس كان يلمس جسدها ويعمل معاها تشوك وهي نايمة ومش داري عن الدنيا. فبتعصب أنجيلا جدا وبتكسر التلفزيون. وفجأة بتشوف سيارة شرطي واقفة أمام باب الشركة، وفجأة بيجي توماس وبيصعق أنجيلا بمسدس الصاعق وبيخليها تفقد الوعي. وبعدها بيروح يفتح الباب للشرطي، وبيحكي الشرطي لتوماس بأن الشرطة استلمت اتصال طارئ من هذا المكان، وبتبدأ الشرطة تطوق بالشركة كاملة. وبتصحى أنجيلا وبتلقى نفسها بمؤخرة سيارة، وبتبدأ الشرطة تدور على أي جريمة حصلت بالمكان، حتى إنهم بيروحوا للمكان اللي اتقتل فيه جيم، بس الأغبياء ما بيلقوش أي حاجة مريبة لأنه توماس نظف آثار الجريمة كاملة. وبتصحى أنجيلا وبيكون الحمار توماس مش سادد عليها الطبون، وبتركض باتجاه مخرج المبنى، وبتكون الشرطة غادرت المكان فعلا. وبتشوف أنجيلا توماس وكلبه واقفين على باب المبنى، وبيطلق توماس كلبه على أنجيلا، والكلب بيصيح عاوز أعمل معاك تشوك مش حكتلك والله. وبتنط أنجيلا بسيارة وبتمسك عصا وبتقدر تقتل فيها هذا الكلب. هذه البنت بتقدر تهرب من أي شيء بالعالم، بس ما بتقدرش تهرب من هذا المبنى، عجيب. وبعدها بتروح لخزانة مفاتيح سيارات الشركة وبتسرق مفتاح منهم، وبتشغل أحد السيارات وبتقودها مباشرة باتجاه الباب المسكر، بس لسوء حظها توماس بيخبط سيارتها قبل ما تقدر تهرب. وبترجع أنجيلا
أنجيلا بسيارتها وبتتوجه للطابق الثاني، بس قيادتها بتكون سيئة لأنه إيديها بيكونوا مقيدين، وآخر شيء بتخبط بأحد العواميد وسيارتها بتقلب وبيلتعن أبو فطاس فطاسها، وبيلقى توماس السيارة وأنجيلا بتكون فاقدة الوعي، بس أنجيلا كانت تتظاهر، بتقوم على توماس وبتضرب عينه وبتخنقه بإيديها لحد ما يفقد وعيه، وبيصحى توماس وبيلقى إيديه مقيدين بباب السيارة، وأنجيلا بتستعمل مسدس الصاعق لتعمل حريق بالكاز، وبالآخر توماس بصير فروجي، وبالآخر بتقدر أنجيلا تهرب من المبنى بعد قضاء ليلة رأس السنة تبعتها مع مختل عقلي. الحمد لله على السلامة. ولهون بيخلص ملخص فيلم بي 2. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب أنشر ملخصات مشابهة، اشترك بالقناة يا صديقي، ادعمني بلايك، فعل زر الجرس علشان توصلك أحدث الملخصات من قناة مهندس الملخصات، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف، واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم أخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.